هلو يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هعمل فيديو ماسك. ايوه، هعمل فيديو ماسك عن تفتيح البشره. انا دايما ما بقول ان انا بحبش افتح بشرتي، يعني انا دايما بتجه للتان يعني ازاي اخلي بشرتي سمرة، مع اني انا سمرة، بس انا بحب التان يعني. بس انا عامله الوصفه دي مش علشان التبييض، انا عامله لتوحيد لون البشره. يعني البنات اللي عندهم بقع في وشهم، بشرتهم مش موحده، الماسك ده هيساعدهم كتير 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 ان يوحد لون البشره. ماسك التفتيح هو عباره عن فنجان من الحليب، اوكي، ومعلقتين من النشا، معلقة الحجم ده كده، وبن بجيب براد، يعني براد اغليه واروح حاطه على البن بالظبط نقطة. تمام، انا كده كمان كترت. افضل اخلط البن مع المية المغلية علشان يديني كأني شفتوا لما بتعملوا القهوة وبيبقى كده البواقي بتاعة البن، هي دي، هو ده اللي انا عاوزاه، هي البواقي بتاعة البن ده. فانا بعمله بنفسي بالشكل ده، بفضل اقلب فيه لحد ما يبقى كده. تمام، وهنجيب معلقتين من اي زبادي عندكم وفرشة. انا بس كترت اللبن للاسف، بس مفيش مشكله، هعرف اتصرف يعني. فدلوقتي انا هعمل ايه؟ هفرده على وشي بالفرشه. عادي لو وقع على هدومكم وانتوا بتعملوا الماسك، دايما تلبسوا اي يعني تيشيرت يبقى قديم عندكم او مش عاوزينه وبتلبسوهوش، فالبسوه علشان لو وقع عليه حاجه ما يبصش يعني. سوري ان عادي يبوظ اوكي. تمام، دلوقتي احنا خلصنا. غسلت وشي بميه دافيه، وعملت ايه؟ مسكت تلجة، تجيبوا تلجة وتمشوها على كل الفيس، كل الوش. بعدين هتحطوا بقطنة ماء ورد. تمام، يعني بقطنة تحط شوية بس مية ورد وتمشوها على البشرة كلها. وكده احنا عملنا الماسك وقفلنا المسام وبس. ان شاء الله يا رب يكون نتيجة الماسك باينة وشكلها يعني فعلا يكون الماسك شوية فتح البشرة. ان شاء الله يا رب يكون الماسك عجبكم والفيديو افادكم، وبليز متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي. وان شاء الله انا هعمل لكم الفيديو اللي جاي هيبقى عن البنات اللي بيعانوا من حبوب على بشرتهم، فهيبقى الفيديو جاي ده ان شاء الله، وهعمل لكم خلطات حلوة جدا وجديدة كمان. تمام، ثانك يو وتابعوني.